بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ الكباتن كلها اليومين دول بتاعت اوبر ملهاش كلمة غير موضوع الرادار اللي منزلاه اوبر ده، ومش عارف رحلات بتيجي ازاي والحكاية والرواية. كل ده كلام فاشل. اوبر عيلت خلاص. يعني فاكرين زمان كان مثلا الواحد يكون فاتح اوبر وان درايفر وديدي او كريم، تجي له رحلة اوبر يسيب كل الشركات التانية ويجري على رحلة اوبر صاروخ. ما بيبديش اوبر على اي حد، الا بقى لو اوبر ما فيهاش رحلات ساعتها بقى، وده اوقات قليله ياخد اي رحله في اي شركه. دلوقتي اتقلب السحر على الساحر. ازاي بقى؟ اوبر اللي كانت مسيطره وكانت دلوقتي بقت تحت خالص، مش لاقيه كباتن ومش لاقيه حد، ومش لاقيه حد يشتغل معاها، والدنيا بايظه معاها وعلت النسبه، والرحلات بتاعتها بقت قليله، ورحلات باسعار تعبانه ونسبه عاليه، ومشاكل دخلت نفسها في حوارات ومشاكل. وجايه دلوقتي بقى تقلد ان درايفر وتقلد ديدي، اللي هو ايه ديدي ان درايفر اول واحده بدعت الخرا اللي عملته ده بموضوع ان تجي لك السعر، وبعد كده كذا كابتن يخش في الاوردر ومش عارف ايه، تديه في الاخر للعميل اللي يوافق على الكابتن حتى لو سعره عالي او سعره قليل. جت بعد كده فليكس اللي هي بتاعت ديدي، بقت تحط سعر، ولو انت دوست على نفس السعر الاوردر يروح اوتوماتيك للعميل بدون ما يسالوا العميل. جت بعد كده الحاجه اوبر في المحافظات عملت حاجه اسمها فليكس بردك، بس زي الخرا بردك، يعني حاجه خرا من خرا اوبر، يعني حاجه جميله يعني. المهم، واتكلمنا عنه من فتره، والناس اللي ما شافتش الفيديو ان هو بيجيب لك بردك كذا سعر زي ان درايفر، وتحط سعر والعميل يقبل وما يقبلش والكلام الفاضي ده، واحنا اعترضنا عليه والكباتن في لبنان اعترضوا عليه، واتشال من بعض الاماكن، متهيألي اتشال من لبنان وبردك لسه شغال في المحافظات الله اعلم. المهم، جت بعد كده الحاجه اوبر عاوزه تنزل فليكس اللي هي نزلته في المحافظات ونزلته في لبنان والدنيا باظت، عاوزه تنزله لنا في القاهره. فراحت عاوزه ايه؟ تجس النبض، عشان عارفه ان كباتن قرفانه منها، ولو نزلت موضوع فليكس ده ما حدش هيشتغل اوبر اساسا اكتر ما هم مش شغالين. يعني انا كنت بعمل اقل حاجه 50 رحله في الاسبوع، و60 و70 رحله كمان. بص عندي كده انا حامل مش عارف 8 رحلات، يعني ما يعتبر ما اشتغلتش اوبر، كلهم 8 رحلات كبار، ما فيش مش حاجه صغيره. فالفكره كلها في ايه؟ ان اوبر عكت وخلت الشركات ركبت فوق دماغها، وهي كمان تحس ان اللي في اوبر دول اللي ماسكين اوبر وبيخططوا الاوبر شويه اغبياء. عارف انت، جابوا مجموعه اغبياء وقالوا لهم ديروا الشركه، فعمالين يدمروا يمين ويدمروا شمال. وحاطين لك الموضوع الرادار ده قال عشان مش عارف لو انت قبلت الاوردر يروح لاقرب كابتن، يعني حتى لو قبلته بردك مش هيجي لك، وهو اسعاره زي الزفت. هو عاوز بس يشغلك. اشمعنى ديدي وان درايفر شاغلين الناس، والكابتن بتاع ديدي وبتاع ان درايفر ماسك الابلكيشن ويدور على الرحله دي ويدور على الرحله دي ويشوف السعر ده ويعمل مش عارف ايه ويتشقلب؟ اوبر كده ما حدش مهتم بيها، فعاوزه حد يهتم بيها، تروح عامله لك ايه؟ موضوع الرادار ده. وموضوع بص بيقول لك، هتلاقي الناس اللي ما شافتهوش هتلاقيه في الرسائل الوارد بتاعك، بيقول لك عرض المزيد من طلبات الرحلات على ميزه رادار الرحلات. ما هي خاصية رادار الرحلات؟ تخيل لو كان بإمكانك إظهار اهتمامك بالعديد من الرحلات. يعني بيقول لك شوف أنت بقى لو عاوز تهتم، يعني عاوز تعمل زي إن درايفر وديدي، إن أنت تهتم بالرحلات وتدور في دي وتدور في دي. بعد كده بيقول لك ايه؟ خاصيه رادار الرحلات تتيح لك ولشركاء سائقين اخرين من طلبات الرحلات والاختيار بين طلبات اوبر التي تحدث قريبا، اللي هي بتيجي قريبا، يعني قريب منك او قريب من ناس تانية، وناس كتير هتخش في الاوردر، وكل الكباتن هيشوفوا الاوردر، والقريب هو اللي هياخده ومش عارف ايه. مش العميل بيختار ولا انت بتختار، لا، القريب او الاسرع والكلام ده كله. دي خاصيه جديده. المهم من الاخر هي خاصيه مالهاش 30,000 لازمه. حاطط لك فيديو تحت، فيديو توضيحي، بيقول لك الفيديو بقى مسهل لك الدنيا، يقول لك ده خاصيه جميله، ده حلوه عشان نقرب لك مش عارف ايه، عشان نعمل لك ايه، وهو بلح كله، بلح باللبن كمان مش بلح ساده. النهارده هنتكلم عن خاصية جديدة اسمها رادار الرحلات، ودي خاصية بتقدر إن هي تتيح ليك ولشركاء تانيين معرفة واختيار بين طلبات الرحلات اللي بتحصل قريبة من مكان. طلبات الرحلات المعروضة من خلال خاصية رادار الرحلات هي رحلات إضافية ومش بتتعارض نهائيا مع استقبالك للرحلات بشكل طبيعي، يعني هتستمر في استقبال الرحلات بشكل فردي زي ما أنت متعود. الخاصية دي بتظهر للشركاء السائقين فقط، مش بتظهر للعملاء. الهدف الأساسي منها هو تقليل وقت انتظار العميل، وبتوري لك رحلات المسافة فيها بينك وبين العميل قريبة. ازاي بتشتغل خاصية رادار الرحلات؟ لما بتكون متصل ومش في رحلة بيظهر لك تنبيه بخصوص رادار الرحلات، تقدر تضغط عليه عشان تشوف طلبات الرحلات اللي بتحصل قريبة منك. تقدر تختار أي عدد من الرحلات اللي بتفضل استقبالها. بما إن الرحلات المتاحة في رادار الرحلات بتظهر ليك ولشركاء تانيين في نفس المنطقة، فمش شرط يتم اختيارك للرحلات اللي اخترتها. البرنامج بيختار تلقائيا أقرب شريك لنقطة الالتقاء بالعميل. هي الفكره كلها عك في عك، والشركه عاوزه يعني ايه؟
تلفت انتباهك، عاوزه بس الكباتن ينشغلوا بالابلكيشن زي ما مشغولين بان درايفر وديدي. طب ان درايفر وديدي على الاقل الواحد في الفليكس وفي ان درايفر، ان درايفر عامل لك رحله مكيفه، رحله مش مكيفه. ديدي مش عارف عامله لك فليكس وبتقول لك مش مهم التكييف، التكييف ده براحتك. ساعات في كباتن بيتفقوا على سعر التكييف لوحده. بتبقى شغال بدماغك وشغال براحتك، والرحله دي مش عجباني ما اخدهاش، ومفيش نسبه قبول ولا اي حاجه، فانت زنقني في نسبه قبول وفي نسبه عاليه ومش عارف ايه. والعميل بقى بتاع اوبر يروح راكب وحاطط رجل على رجل، وديني مش عارف ايه، افتح لي التكييف. هو التكييف واطي ليه؟ التكييف واطي انا هحطه لك على قفاك في ايه؟ ما هو تكييف العربيه والدنيا حر ودرجه الحراره 47 اهو ولا 45، نعمل لك ايه؟ انا دافع فلوس، دافع فلوس ايه يا عم؟ انا الصافي بتاعي زي الزفت. انا ممكن اخد رحله ب 50 جنيه الاقي انا واخد 30 جنيه والشركه واخده حوالي 20 ولا 21 جنيه. حاجات قله ادب. يعني هم اللي واخدين المكسب كله، واحنا اللي بنحط بنزين، واحنا اللي بنتعامل مع عملاء زي الزفت، واحنا اللي بنشيل الطين، وفي الاخر عميل اوبر بيتنك. لا دلوقتي بقى الكباتن كلها بتعمل ايه؟ الكباتن كلها تجري على الرحلات بتاعت ديدي وبتاعت ديدي زيرو عموله، او ياخد 3 ايام ب 50 جنيه، ويجري على رحلات ان درايفر. المكيف مكيف والمش مكيف مش مكيف، ولا عاوز تكييف تدفع فلوس زياده، والدنيا زي الفل معاه و100 100. كله اعرض، كل الكباتن اعرضت عن اوبر وعن كريم وعن الشركات اللي هتقرفنا معاها دي. فهي الفكره كلها ان اوبر في يعني بتطلع في الروح، فعماله ترفص يمين وترفص شمال. ولو الكباتن قبلوا موضوع رادار ده وقبلوا منه رحلات، هو كده كده ملوش نسبه قبول، فحاول ما تقبلش اي رحله من رادار الرحلات ده بتاع اوبر، عشان انت لو قبلته ومشي معاهم هيروح جايبين لك فليكس اللي هو رفضوه في لبنان ورفضوه في المعوضات، هيجيبوه لك لغايه القاهره والاسكندريه. برضك انا كنت امبارح في اسكندريه، بردك شغال ورا بعض الرادار ده، وما شاء الله اوبر شغاله ورا بعض ومحدش بيقبل. انا فتحت الابلكيشن لمده، انا ما كنتش عاوز حاجه منه، بس فتحت الابلكيشن بتاع اوبر لمده ربع ساعه بالظبط. في الربع ساعه كنت في سيدي بشر، جاني اكتر من 50 60 اوردر في الربع ساعه ورا بعض، ورادار ومش عارف ايه وايه ورا بعض، تك 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 تك. في ايه يا جدعان؟ هو كده الدنيا شغاله. فما علينا بقى، الفكره كلها في ايه؟ ان انت خد مصلحتك. والشركات دي شركات بنت لذينه، واوبر دي بتستعبط وشكلها في الرمق الاخير وهتخلع وتسيبنا ويلا في 60 داهيه. يعني ايه؟ ربنا يعين الناس ويعين الكباتن على اللي هم فيه، والمصاريف والدنيا والحكايه والتعامل مع العملاء، وده يتنك عليك وده يقول لك مش عارف ايه. فالكابتن دلوقتي فيه شغل كتير والدنيا حلوه وزي الفل، فياخد اللي هو عاوزه ويسيب اللي هو مش عاوزه، ويشتغل مع الشركه اللي تحترمه او الشركه اللي تجيب له عميل يقدر شغله ويقدر تعبه، مش الشركه اللي تاخد نص فلوسه وهي ما بتعملش اي حاجه وتنصب عليه ومش عارف يوم ما يحصل له اي حاجه تتنك عليه وترميه بره بلوك يلا في 60 داهيه وكلام قله ادب. فاوبر بترفص واوبر بتطلع في الروح، وربنا يسترها والحمد لله على كده. اهم حاجه لو عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، وما تنساش الاشتراك في جروب التليجرام، هسيب لك اللينك تحت الفيديو. واي حد عنده اي مشكله اي سؤال يبعت لنا وباذن الله نجاوب عليه. وقبل ما تقفل الفيديو اهم حاجه هنعمل ايه؟ صلي على النبي، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.